ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني من زمان. النهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس بالكفتة، بس بكفتة الرز. بس انا كفتة الرز مش مصبعاها عاملاها كور كده. عندنا بقى الطماطم بتاعتنا اللي انا مفرزاها، وعندنا البطاطس قطعتها وحطيت عليها البصلة والبهارات بتاعتنا، ملح، فلفل اسمر، كمون، شطة، بهارات لحمة، وقلبت كله مع بعضه كده. بعد كده هنزل بقى بالكفتة بتاعتنا. نزلنا بالكفتة بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. هجيب بقى الطماطم بتاعتنا وانزل بيها كده على النار زي ما انتم شايفين، وحطيت معلقة سمنة حلوة كده، وهسيبها بقى كده تستوي شوية، وبعد كده احطها في الفرن. ده كان غدانا النهاردة. لسه هنعمل بقى جنبيه ايه؟ هنعمل جنبيه شوية رز كده بالشعرية. يلا بينا. وكده حطينا الشعرية بتاعتنا اهي، حطينا معلقة سمنة ومعلقة زيت، وحطينا الشعرية وهنحمرها بقى كده. الشعرية بتاعتنا اتحمرت اهي زي ما انتم شايفين، ونزلنا بقى بالمية وبالرز، وحطينا بقى شوية ملح كده. هنغطي عليه بقى لحد ما يستوي. بتاعنا اتشرب زي ما انتم شايفين اهو. هنوطي عليه بقى النار خالص ونسيبه بقى لحد ما يستوي. صينية البطاطس كمان اهيت خلصت زي الفل زي الفل. بصوا الجمال، بصوا الجمال، ما شاء الله. الف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل. عندي فراخ اهيت، على طول ببقى شاويه كده فراخ وحطها في التلاجة لوقت عوزه، باجي جايه اطلعها جنب الاكل بتاعنا، واجي جايه مسخناها وتبقى جميله وزي الفل. دلوقتي ايه؟ هطلعها واحطها اهيت. حطيتها في الصينيه واحطها فين؟ في الفرن. وكده كان غدانا النهارده. الف هنا وشفا يا رب. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.